بيحصل الاسبوع ده في مصر؟ نطه كبيره في اسعار البنزين بعد اجتماع لجنه التسعير التلقائي الاخير اللي بتجتمع كل 3 شهور عشان تراجع اسعار المنتجات البتروليه. النطه كانت كبيره شويه مره، يعني بنزين 92 طلع من 10 جنيه وربع ل 11 جنيه ونص. دي الاسعار الجديده، عملوا لها سكرين شوت عشان ما تتخضش وانت بتمول. بعد زياده اسعار البنزين الناس ابتدت تتكلم، ما خلاص كده التعويم جاي. اتكلمنا كتير عن التعويم وقلنا تحرير العمله تماما هيحصل ان ده شرط من شروط القرض اللي احنا خدناه من صندوق النقد الدولي، وده على الاغلب هيحصل قبل مراجعه صندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بتاعنا، واللي المفروض كان يحصل بس اتاجل. المراجعه دي متوقع تحديدها قبل نهايه السنه. طب الدولار هيوصل لكام؟ بنك سوسيتي جنرال توقع ان الدولار هيوصل في البنوك المصريه لحوالي 40 جنيه خلال سنه 2024. الحرب في غزة بكل تأكيد كان ليها تأثير على الاقتصاد المصري. رئيس الوزراء أعلن الأسبوع ده إن الحرب في غزة أدت لارتفاع أسعار السلع، أكيد أخدت بالك يا برو، وكمان السياحة اتأثر. تقرير ستاندردز أند بور بيقول إن مصر من المتوقع إنها تخسر من 10 ل 30% من عائدات السياحة، ده هيكلف الدولة خسائر من 4 ل 11% من احتياطي النقد الأجنبي. السياحة بتمثل 12% من إيرادات مصر، بس طبعا مع التوتر اللي بيحصل على الحدود السياح مش هيجي. بالفعل حجوزات الطيران لمصر قلت 26%، ومع التصعيد اكيد ربنا يستر على اللي جاي، لان السياحه في مصر فاتحه بيوت كتير قوي. حصل جدل كبير على السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو لشاحنه مساعدات كانت رايحه لغزه. الفيديو اتقال فيه ان الشاحنه فيها بسكوت منتهي الصلاحيه واكفان داخله قطاع غزه، والموضوع ده اتعرف لما الشاحنه اتقلبت والناس شافوا الحاجات اللي جوه. ربنا بده يفضحهم، ربنا بده يوقع المشاطيع عشان يشوفوا الناس البسكوت الخربان اللي له شهر بده يخلص. يعطيك العافيه. هي العرب وهي مساعدات العرب، وحسبي الله ونعم الوكيل على العرب قبل اليهود. الناس على السوشيال ميديا قعدت تقول مصر بعت بسكوت منتهي الصلاحيه لقطاع غزه، عايزين يموتوهم ولا ايه؟ حصل شحن كبير جدا على السوشيال ميديا. الفكره اولا ان مصر مش هي اللي بعتة البسكوت ده كان جاي من وورلد فود بروجرام، منظمه الغذاء العالمي، وده بيانهم. ثانيا والاهم، البسكوت مش منتهي الصلاحيه زي ما بان في الصور. البسكوت تاريخ انتهائه 22/11، وده حسب كلام مدير جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني اللي بيحصل في وقت الازمات، ان الامدادات اللي بتروح من الغذاء بتخلص في ساعتها، ده لو كفت. هياكلوا النهارده ومش هيكفي. ففكره انها هتنتهي بعد شهر ده طبيعي جدا في وقت الازمات، لان المساعدات الغذائيه على وجه التحديد بتتباعت عشان تستهلك في ساعتها، مش عشان تتخزن ولا تتباع. لو دخلت الاسبوع ده على صفحه اسرائيل بالعربيه هتلاقي ابراهيم عيسى منور. ومنور ليه؟ واخدين كلامه وكاتبين سكريبته كوبي بيست، ويقول لك الاعلام المصري بيقول كذا، اسمعوا. حماس عملت غزتين، غزه اللي فوق اللي نعرفها وغزه تحت انفاق. ما فكرتش تعمل ملجأ واحد؟ يبقى مين اللي مجرم في حق الشعب الفلسطيني؟ الكلام ده اتاخد كوبي بيست على صفحه اسرائيل بالعربيه بالسكريبت، اتعمل له كوبي بيست واخدوا ابراهيم عيسى ريفرنس. اكيد طبعا متخيل ابراهيم عيسى اتعرض ليه على السوشيال ميديا، لدرجه ان الناس خلاص بقت منتظراه يقدم برنامج في القناه 13 العبريه. الفنان محمد سلام اعتذر انه يروح يمثل ويرقص في مسرحيه كوميديه اسمها زواج اصطناعي في موسم الرياض في السعوديه، ونشر فيديو عنده على صفحته يتكلم فيه عن مشاعره وانه مش قادر يعمل ده لان قلبه موجوع وبيتقطع على المجازر اللي بتحصل في فلسطين. حاجه غريبه جدا من سلمان الحقيقي، فنان وبيحس. تخيلوا انا ازاي هروح اعرض والناس بيحصل لهم كده في فلسطين. انا حاسس ان انا لو عملت كده هبقى انا اكني زي اللي بقتلهم بالظبط. سلام عمل الفيديو عنده على انستجرام يقول للناس فيه يا جماعه انا مش قادر، وخلص بكل احترام. الليله اتلمت وجابوا حد مكان سلام حفظ البقين اللي هيقولهم، واتعملت المسرحيه. يوم بيومي فؤاد يعمل لك اللقطه العنتريه ويقول لك من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. الفكره ان سلام اعتذر في سلام، ما جابش سيره حد، ده يقوم طالع قايل له ما تعبش في فنك. عمل اللقطات الكوميديه قوي دي الصراحه. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم، كتر خيركم كتر خيركم. الناس طبعا ما سابتش بيومي فؤاد في حاله واتريقوا عليه بالشكل ده. احنا بنقدم فن، احنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن. والتشبيهات كانت على السوشيال ميديا في اللقطه دي بالذات، العيال اللي بتخش تشحت في المترو. اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس. بيومي فؤاد خسر حوالي 1,000,000 متابع وتعرض لهجوم كبير قوي من المصريين ومنهم حتى زملائه زي كامله ابو ذكر. بس طبعا كل حكايه ليها جانبين، وزي ما في ناس شافت حركه بيومي فؤاد بيئه، في ناس تانية شافوا انها حركه لابد الاحتفاء بها. في السعوديه احتفلوا بالشكل ده ببيومي فؤاد.
ان موقف سلام كان شخصي وقال انا بعتذر مش قادر اعمل ده. بيومي فؤاد رزع في زميله وعمل لقطه عنتريه ملهاش اي 3 لازمه. نفسنا كلنا كان بيومي فؤاد يروح يعمل المسرحيه وياخد القرشين بتوعه من سكات، محدش كان هيتكلم خالص، محدش كان هياخد باله اساسا. بس اللقطه دي محدش عارف هي كان لازمتها ايه، بس لازمتها الوحيده ان احنا كلنا زاد احترامنا لمحمد سلام، وخصوصا ان هو رفض يعلق على موقف بيومي فؤاد. بيومي فؤاد دلوقتي قفل الكومنتس عنده على البوست بتاعت السوشيال ميديا عشان ما تروحش تتكلم كتير. وبرده انت كمان اهدى وخليك في حالك، ما تعملش اي حركات عنتريه، احنا شفنا العنتريه بتودينا لفين. سيبك انت من كل ده، انت اخبارك ايه يا برو؟